النهارده هنتكلم عن البيزنس سستينابيلتي او ازاي تخلي البيزنس بتاعك يستمر لاطول فتره ممكنه رغم الضغوطات والتغيرات الكبيره اللي بتحصل حواليك وانت مش متحكم فيها. علشان ابني بيزنس يكون قوي ويستمر لفتره طويله فانا محتاجه حاجتين. اول حاجه ان انا اكون بقدم نفع حقيقي للناس ويكون نيتي فعلا ان انا اعمل تاثير قوي، مش الربح وبس. الربح هتكون نتيجه لفكره ان انا باثر بشكل قوي. الحاجه الثانيه اللي بتخلي البيزنس بتاعك يقعد لفتره طويله او بتطول في عمره هي المرونه. والمرونه هنا يا صديقي هي قدرتك على التأقلم مع متغيرات خارجيه انت مفيش في ايدك حاجه ان انت تتحكم فيها. وعلى فكره دي حاجه صعبه جدا. المرونه بتتلخص في ان انت ممكن تقعد فتره طويله جدا بتشتغل كتير بس مفيش قصادها اي ريتيرن او اي نتيجه. المرونه ممكن يحصل حواليك متغيرات زي وباء عالمي زي الكورونا ومع ذلك يفضل البيزنس بتاعك مستمر في اكتر فترات في العالم صعبه. مرونه ان انت يتغير عليك سعر صرف الدولار مره واثنين وثلاثه ومع ذلك برضو تفضل مستمر. دي حاجه صعبه الصراحه. المرونه ان رغم التغيرات الاقتصاديه بترفلكت عليك بشكل في ضغط وفي ستريس، زي مثلا ان الكلاينتس تلاقيهم بيكلموك الحق السعر هيتغير في السوق، الحق شون، الحق اشتري. رغم ده ان انت تفضل محافظ على رباطة كاشك، تطمن الناس، تحاول تعمل لهم ده طول ما هو مفيش ضرر على اداره المواقع في حاجه زي كده وفي التشوينات وان مفيش ماتيريال هتبوظ. المرونه دي هي اللي بتدي استمراريه، لان هي بتدي بريفليج بوينت عندك ليك انت كصاحب بيزنس عند الناس ان انت فعلا خايف على مصلحتهم وان انت بتشتغل وزن المتاح، وان التغييرات دي رغم ان هي مش بايدك انت كمان مش بيحصل لك بانيك وبتجري بسبب الضغط ده تتحول لديفنسيف مود وتضغط على الكلاينت انت كمان. تفهمك لده في حد ذاته مرونه، قليلين قوي ممكن ينفذوها الصراحه. الخلاصه يا صديقي ان البيزنس بتاعك هو كيان اعتباري، والكيان الاعتباري ده ليه طاقه بيتغذى عليها، والطاقه بتاعته او الغذاء بتاعه هو الفاليوز، القيم اللي انت بتضخها وبتغذيها في البيزنس علشان يقدم نفع حقيقي للناس. فاهتم قوي بالفاليوز. استمراريته بتتحدد على مدى مرونتك وتأقلمك مع التغيرات اللي حواليك واللي طبعا انت مش متحكم فيها. فانت من هنا لو متصلح كل حاجه بره هيبقى كله تمام ومية مية وعسلية. لمزيد من الحكم والمواعظ في كريم دولا كريم انتظرونا في حلقات اقوى بنتكلم فيها عن السايكولوجي وعن الانرجي وعن الهندسة وعن الفلسفة. انتظرونا.